تشفاو عليا ولا نسيتوني؟ انا المول الاسطوري اللي درتو فيا قدام من وصفه ودرك نسيتوني خلاه. هيا انا اليوم جيت نفكركم ونديروا مع بعضنا ألذ كيش ممكن تديريه مع وقت الشتاء دركا، وهذا البرد جاي البرد. لي كيش مع لي سوب مع الشوربه مع شو نقول لكم، يمي يمي. جيبي ورقة وستيلو واكتبي معايا المقادير وطريقة التحضير. جبت لاشوار تاعي، هذه المرحلة راهي إجبارية. إجبارية، تعرفوا ذاك السؤال الاختياري والإجباري، هذه المرحلة راهي إجبارية. جبت لاشوار تاعي. علاه دوك نقول لكم علاه إجبارية، درت فيها زوز كيسان تاع فرينة. زوز كيسان فرينة. زدت لهم زوز مغارف تاع زبدة يكونوا كبار. هنا نحك نخلطهم باش تبسس هذيك مليح، قادرة تبسيها بيديك وكلش، مي كي تخلطيها بلا شوار راح تدخل هذيك الزبدة بيان الفرينة هذيك. وخلاص نخلطهم هكذا بالطريقة هذه، ونحطهم في الإناء تاعي اللي راح نخدم فيه العجينة، ومن بعد نشوفوا واش رايحين نديروا. يا أخي يا حبيباتي، ألذ منها ما كانش الوصفة هذه. تهبل تهبل تجي بنينة خلاص، وديري تقدري ديريها بأي حشو حبيتي. جبت كيما شفتوا بعد ما بسستها بيان، حطيتها في الكيفة تاعي، ومن بعد جبت بول حطيت فيه عظمة كاملة. زدت معاه زوز مغارف تاع زيت، ونزيد معاه ثانا زوز مغارف تاع خل، ونزيد معاه زوز مغارف تاع ماء. راكم معايا، اكتبوا المراحل بالتدقيق باش يجيكم الكيش ناجح 100%. هذه طريقة سهلة وممتع، ما نقولكمش يعني بسيطة، تدي شوية وقت مي تتحصلي في النتيجة في الأخر نتيجة مرضية. تقدري ديريه ثنا في ليمول هذوك انديفيديوال ولا كيما حبيتي. قلطتهم، رجعت للعجينة تاعي، درت الملح ودرت شوية بركة، تقدروا تقولوا مغرف صغيرة تاع قهوة تاع الخميرة. هذه هي حبيباتي، وشوية تاع سكر بالطبع، ونكهت لاباط تاعي بالتوابل، توابل الجبن وتوابل الكغاتا. ولا توابل الدجاج ولا كيما حبيتي، مي توابل الجبن تجي بنينة خلاص يا حبيباتي. نكهت العجينة تاعي كيما نقولوا حنا المكونات الجافة. من بعد ضفت هذاك الخليط اللي كنت درته، ومن بعد نبقى نزيد غير شوية بكا شوية تاع الماء حتى تلم معايا لاباط، ونحطوها ألهيها ترتاح، ونروحوا نوجدوا مع بعضنا الحشو. الحشو يا البنات دايما يبقى اختياري. أنا كنت درت صدر تاع دجاج رحيتو، دوك تشوفوا معايا يا البنات. رحيتو أنا البنات صدر تاع الدجاج كيما نرحيه نحط فيه كلش بعدا، كيما نقص صدر تاع الدجاج نحطوه في لاشوار، ندير فيه التوابل اللي كنت حبيتها كاملة. وندير شوية تاع زيت كذا باش ما يلصقليش ويجيني ساهل، خاطر قادر كيما نقولوا يكون صدر كيما فري، وقادر تكوني جبتيه من مجمد. شوفوا هنا البنات، المرحلة الثانية هذه هنا حطيتها في ورق الشفاف، نخليها به ترتاح. تقدري تخليها نص ساعة، تقدري تخليها ساعة كيما حبيتي، قد الوقت اللي حبيتي أنتِ. تقدري ديريها صباح ومن بعد العشية تخدميها. هنا البنات الزر تاع الدجاج تاعي كان مرحي، سما عطيت لكم الطريقة الأولى، تقدروا ترحيوه وتخلطوا فيه كلش، وتقدروا يا البنات تجبدوه مرحي ومن بعد ديروا لافاغس نورمال. أنا كان مرحي وجدته، حطيته في المقلة تاعي، ودرت معاه شوية تاع ثوم، ودرت معاه البصل، ودرت التوابل اللي كنت درتها في لاباط، توابل تاع الجبن وتوابل تاع الدجاج. شوفوا البنات التوابل راح تبقى اختيارية، درت شوية راس الحانوت كيما حبيتوا ديروا. وزدت معاهم نصف مكعب تاع جامبو، انا ما نستغناش عليه مؤخرا في طيابي. وبعد ما طاب لي هذاك اللحم بيان، زدت له شويه تاع زيتون، وزدت له شويه تاع فرماج، وزدت له شويه تاع معدنوس. الجبن تقدروا ديروا الكميه اللي حبيتوا، والانواع دائما اللي حبيتوا يا بنات. انا كان عندي متوفر عندي شويه تاع الوليد، يهبل يا البنات الكو تاعو، انا يعجبني خلاص خلطت كلش مع بعضه. خليت الخليط هذاك يبرد، ومن بعد جيت باش نخدم العجينة تاعي. كما شفتوا كان عندي المول هذاك، المول الأسطوري هذا تاعنا، والمول الأسطوري الآخر اللي يجي كاري. فهمتوني يا حبيباتي؟ القطر تاعو راني نسيتو، الله أعلم. نبسط العجينة تاعي هكذا، ونروح نحطها في المول تاعي، ونحطها الطيب، نعدلها بيان ونحطها الطيب. لازم هنا ما تحطيش الحشو حتى نطيب لك لاباط، لانه الحشو بالبنات راح ينشف فرات. انا كم خفت منه كعاد جديد، خفت لا تلصق لي لاباط. دهنته بشوية تاع زبدة، ونحط العجينة تاعي هذيك ونخدمو بيان.
البنات حاولوا ديما تفوتوا شوية الأطراف. أنا هنا كنت درت قد الأطراف فهبطت لي شوية لاباط، مي ما فيها بأس يعني جات رسمي في البنة يا أخي يا البنات. هيا إذا وصلتِ هنا وما زلتِ ما درتيش جيم وما زلتِ ما اشتركتيش، هيا اشتركي باش كذا توصلك كل جديد، وراح نشارك معاكم وصفات سهلة بسيطة مكوناتها موجودة في كل منزل. بإذن الله خفيف ظريف هكذا يا حبيباتي. هنا كنت خدمت هذيك لاباط تاعي بها، أثقبتها الفرشيطة ولا بكيردون ولا كيما حبيتو، حطيتها طيب. من بعد العجينة تاعي هذيك خبيتها في الفريجيدير، نقدر ندير بها غدوة ولا من غد ولا كيما ماهيش راح تفزت. من بعد ما برد الحشو تاعي هذاك جيت درت له الأعظام على حسب الكمية تاع الخليط اللي كان عندك. أنا هنا كنت درت 3 عظمات. ها وبعد ما طاب البنات حطيتها، عاود حطيت هذاك الحشو في الوسط تاع الفوندو طاغ تاعي، ورُحت درت من فوق الجبن ثانيا البنات كيما حبيتو، يبقى اختياري ديروا النوع اللي حبيتو، مي هنا نديروه يجي بنين. بعد ما طاب هاو الشكل تاعو يا البنات شهيتكم في الجنة. رافقوه مع une soupe ولا مع شوربة ولا يجي بنين، وهكذا كي ديروا ثنا ديروا وحدة كبيرة، مول كبير ولا يا البنات صدقوني والله راح تحصلوا على وجبة مشبعة ما معاها حتى حاجة. راح نقسم لكم شوية تشوفوا القوام تاعو. خليكم على خير، إذا وصلتم هنا خلوا لي تعليق من تعليقاتكم، ما تنسونيش من جاماتكم يا غالياتي. وهذه هي حبيباتي، سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.